اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. امبارح كنت في الماركت وفوجئت ان سعر البرسيل الجل قفز قفزة مش طبيعية. سعر الأربعة لتر وعليهم لتر هدية وصل 600 جنيه. طبعا استغربت جدا. هنعمله النهاردة مع بعض في البيت لأصحاب المشاريع كمان بكل سهولة وبساطة. مش أول ما تسمعي الخامات أو المكونات اللي هقولها تتخضي وتقولي أنا هجيب الكلام ده منين. الخامات دي كلها موجودة في ميدان باب الشعرية، المترو بيروح هناك بمنتهى البساطة، أو في شارع الجيش موجودة برضو، وأسعارها مش غالية. معلش، انت بتعملي حلة المحشي بتقعدي تعمليها 4 ساعات وبتاكلي في 5 دقايق. لا، احنا هنعمل حاجة تقعد معانا ان شاء الله مش اقل من 6 شهور، وكمان بشكل امن وموفر. اول حاجة هنستخدمها مع بعض محتاجة 250 جرام من التكسبون. هندوبهم في لتر مية سخنة علشان يدوبوا معانا بسهولة، يا اما تحطيهم في مية عادية وتسيبيها من قبلها بيوم. التكسبون هو مادة أساسية في تشكيل الرغوة، ما تقلقيش منها. هي بتستخدم في الشامبو والشاور ومستحضرات التجميل. هي آمنة على البشرة، في منها الجل زي ما انتم شايفين كده، وفي منها البودر. ما تقلقيش منه لأنه هو كمان بيدخل في صناعة معجون السنان. هركنها بقى ساعتين 3 قبل ما اشتغل بالمية بالتكسبون. ومعايا دلوقتي طبق فيه 10 لتر من المية. هبدأ ب10 لتر من المية، ميه عاديه جدا. يستحسن نكون غاليينها وسايبينها تبرد، او حتى لو ميه من الحنفيه مفيش مشكله. انا دلوقتي نزلت ب 15 جرام من ملح الليمون و100 جرام من الخل. الخل زي ما انتم عارفين بيساعد على ثبات الالوان، وملح الليمون علشان بينظف وكمان بيقلل معانا مفعول الصودا الكاويه، وبيساعد على التعادل علشان الصودا متبقاش حاميه على ايدينا. اهم حاجه يا جماعه التقليب الجيد والمستمر. الملح الليمون برضو من فايدته ان هو بيساعد ان التيلوز يدوب معانا في المية بسهولة. دلوقتي بعد ما قلبت ال100 جرام خل وال15 جرام من ملح الليمون، هنزل بالتيلوز بالتدريج. دول 35 جرام من التيلوز. ايه يا اميرة التيلوز ده؟ هو مادة لرفع اللزوجة، وبيستخدم في اجود انواع الشاور والهاند سوب، وكمان بيخلي الرغوه تاخد وقت اطول علشان تتفتت، يعني مش اول ما تحصل الرغوه كده تختفي في ساعتها. وليه ميزه تانية كمان، ان هو بيمنع ترسب الاوساخ او بيمنع اعاده تكوينها. ما تقلقوش منه، ماده امنه وبتخش كمان في المنتجات الغذائيه. التايلوز لو نزلنا بيه مره واحده كده هيكتل معانا، هيبقى شكله عامل زي الجل كده، فعشان كده احنا بننزل بيه بالتدريج واحدة واحدة كده ونقلب. زي ما قلنا التايلوز بيساعد على رفع اللزوجة، وكمان وجود ملح الليمون بيخليه يتفتت معانا بسهولة. خلاص بقى بنقلب التايلوز كويس قوي قوي. ومعايا دلوقتي نص لتر من المية، هدوب فيهم 125 جرام من الصودا الكاوية او البطاس او هيدروكسيد الصوديوم او الكوستيك او الكترونة. ده الدول العربية بيسموه كده. حاولي ان انت تكوني لابسة كمامة زي ما انتم شايفين، لابسة جلافز، وتكون المكان جيد التهوية. ويا ريت بقى وانت بتعملي الحاجات دي كلها ما يكونش فيه اولاد متواجدين معاكي او اطفال متواجدين معاكي في المكان، حفاظا على سلامتهم. الصودا الكاوية بتطلع أبخرة، وعلى فكرة هي الكيلو منها زي ما قلت لكم رخص دلوقتي، وصل 50 جنيه، ومتوفر عند كل بتوع المنظفات. بننزل بقى بالصودا الكاوية بالراحة كده وبنقلب. ولو لا قدر الله طرطشت على ايدينا واحنا شغالين ولا حاجة، بنجيب بس قطن كده فيها خل وبنمسح كده على ايدينا، وان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشاكل يعني. بنقلب بقى كويس. 10 لتر من المية، نص لتر ميه فيهم 125 جرام من الصودا الكاوية، 100 جرام من الخل، 15 جرام من ملح الليمون، ومعايا 35 جرام من التيلوز. اهم حاجه يا جماعه في الموضوع ده كله، كل حاجه بنزل بيها بفضل اقلبها كويس جدا جدا علشان اتاكد ان المنتج بتاعي هيكون سليم ومش هيفصل مني بعد كده، وهيديني افضل نتيجه. زي ما انتم شايفين بقى، انا يعني احيانا كمان بفصل الكاميرا وبقلب تاني، بس انا عشان مطولش عليكم الفيديو. دلوقتي هحتاج 750 جرام من السلفونيك. السلفونيك هو مادة اساسية في صناعة الصابون عموما. والسلفونيك مع الصودا الكاوية مع المية هم دول اساس الصابون. يعني عايز تعملي صابون سائل، عايز تعملي برسيل جل، ما هم الا صودا كاوية، سلفونيك، ومية. طب انا بعادل كام مع كام حتى التعادل؟ يعني ايه حتى التعادل؟ يعني لما بحط الورقه بتاعت البي اتش في صناعه الصابون السائل، هيديني البي اتش هيكون على 7. بالنسبه للمنظم البرسيل جل او شامبو السجاد او الكلام ده كله، ما بي يعني بيكون ما بين ال8 وال9، ما بيزيدش عن كده.
خلاص. فاي صابون في الدنيا ما هو الا صودا وسلفونيك. التايلوس زي ما احنا قلنا هو ماده الرفع اللزوجه. التكسابون برضو بيساعد على زياده الرغوه. الكمبرلان، البيتاين او البي بي 4، الريحه، مثلا الريحه الزيتيه او العطر او اللون او كل الحاجات دي اضافات. ولكن الصابون عندي السائل او برسيل جل ما هو الا سلفونيك صودا وخلاص، على كده بنعدلهم ببعض. بقلب كويس قوي. هلاحظ هنا ان الصابون بتاعي او البرسيل بدأ يتقل معايا. السلفونيك برضو من الحاجات اللي لما بننزل بيها في المية ما بتدوبش على طول، بتكون محتاجة وقت شوية علشان من التقليب يعني علشان تدوب معايا. الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي دي مش اساسية، الا وهي ايه؟ الاكسجين. هضيف اكسجين على المسحوق او البرسيل جل بتاعي علشان هو بيدي نظافة حلوة قوي. قبل كده عملنا منه الصابون القطع، والحقيقة كان قوي جدا في اذابة البقع والاتساخات عموما. ما عندكيش اكسجين باودر، حطي اكسجين من ميه الاكسجين من الصيدليه. هحتاج 4 معالق او 125 جرام. طالما انا هحط اكسجين يبقى محتاجه اعادل البي اتش بتاعي على 4. يعني لسه الاكسجين هيرفع البي اتش شويه، فانا محتاجه ان هو يكون على 4. مش هعمل خطوه الاكسجين، يبقى البي اتش بتاعي يكون على 8 او 9، ما يزيدش عن كده. بصوا هو هنا مظبوط اهو، سبحان الله. يعني والله كده ما احتجتش ان انا لا ازود سلفونيك ولا ان انا ازود صودا كاوية. هو على 4 عندي وما شاء الله مظبوط كده تمام. الاكسجين مش بيدوب بسهولة، فعشان كده جبت نص لتر من المية المغلية وبحط فيه 4 معالق من الاكسجين. زي ما قلت لكم الخطوه دي مش اساسيه، مش حابه تعمليها ما تعملهاش، ولكن انا لاني مجرباه وعارفه قد ايه هو بينظف فانا حطيته. الخل وملح الليمون اللي انا حطيتهم في البدايه بيساعدوا على ان الاكسجين يشتغل معايا او يتفاعل معايا. كلنا عارفين طبعا ان الاكسجين عموما ما بيعيش غير في وسط حمضي، عشان كده حطينا ملح الليمون والخل في البدايه. طبعا احنا حطيناهم علشان يقللوا البي اتش وبتاع البرسيل، وعلشان يثبتوا الالوان بالنسبه للخل، وكمان هيساعدوا على ان الاكسجين هيتفاعل معايا وهيشتغل. خلوا بالكم الاكسجين بيفور، يعني بيحصل فوران، فما تقلقوش ده طبيعي. لكن لو حطيتيه في ميه ساقعه عاديه من الحنفيه وسبتيه مش هيبوش معاكي بسهوله، هو بيبقى عامل زي الحبيبات بتاعه البرسيل كده. ولكن الميه المغليه بتساعد على ان هو يدوب افضل. دلوقتي بقى نزلت بنص لتر ميه اكسجين وقعدت اقلب، ونزلت دلوقتي بالتكسابون اللي انا كنت اول حاجه خالص عملتها اول الفيديو خالص. كنت جبت 250 جرام من التكسابون وحطيتهم في لتر ميه مغليه وسبتهم ساعتين 3 على ما جهزت حاجتي بقى وبدات اعمل الفيديو. كان التكسابون داب معايا في الميه. هبدا بقى ان انا اقلب كل المكونات اللي انا حطيتها مع بعض دي، وانا كده تقريبا يعتبر خلصت المكونات اللي هي انت هتشتريها من بره، سواء الاكسجين او التكسابون او السلفونيك او الصودا الكاوية. بقيت الحاجات بقى والمكونات موجودة عندنا في البيت وان شاء الله متوفرة. التقليب يا جماعة عشان المنتج ينجح معاكي صدقيني اهم حاجة التقليب. زي ما قلت لك الموضوع ممكن ياخد معاكي مثلا ساعة من يعني وقت التجهيز هيحتاج ساعة، بس انا عملت اهو ما يقارب من 20 لتر. شوفي بقى ال20 لتر برسيل دول هتشتريهم بكام؟ انا بقولك ال4 لتر كانوا ب600 جنيه، وشوفي هياخدوا معاكي وقت قد ايه عشان تخلصيهم، وشوفي انتي وفرتي قد ايه. بصوا بقى ما شاء الله دلوقتي بعد ما نزلت بالاكسجين هو دلوقتي هو على ما بين ال8 وال9، وهو ده بيكون الرقم المناسب او كده درجة الامان المناسبة لاستخدام المنتج. دلوقتي معايا 250 جرام من الملح. الغلطة بقى اللي انا غلطتها ان انا حطيت ال 250 جرام من الملح دول في مية ساقعة عادية. قعدت عايز اقول لكم ده ملح خشن اللي هو ملح البحر اللي انا بجيبه من عند العطار. تقدري تستخدمي الملح عادي جدا اللي هو بيكون موجود عندك في البيت، ولكن انا حد قال لي قبل كده معلومه ان الملح الخشن بيكون افضل كتير او بيدي نتيجه افضل كتير في المنظفات. قلت بقى احط ال 250 جرام دول، هما كانوا عندي والله يعني، فاتشجعت ان انا احطهم وقعدت اقلب فيهم يمكن نص ساعه وبرده ما دابوش. لو كنت من الاول حطيتهم في ميه سخنه
على النار كده ما كانوش هياخدوا مني 10 دقايق بالظبط، وكان الملح هيبوش معايا بسهوله. طب ليه الملح؟ الملح بيرفع القوام واللزوجه بتاعه المسحوق الجل بتاعي ده، كمان غير ان هو بيطهر المنتج بتاعي. وما تكتريش قوي من الملح. عايزه اقول الملح كتره بيفصل الروعه. عايزه اقولك معلومه مهمه، لو هتعملي البرسيل ده للغسالات الاوتوماتيك يبقى هتحطي له انتي فوم او مانع رغوه. ده برضو بيتباع عند بتاع المنظفات اللي انت يعني بتشتري من عنده الحاجات دي كلها. هتاخدي مانع رغوه من عنده، ومانع رغوه او الانتي فوم ده هو اللي بيكتم الرغوه علشان ما يبوظش منك الغساله. ولكن علشان انا غسالتي فوق اوتوماتيك فمش هتكون مشكله كبيره ان انا ما احطوش يعني. الملح انا خدت الميه اللي دابت فيها الملح والباقي رحت حطيته على النار. على بقى الملح ما يدوب معايا هعمل دلوقتي خطوه اختياري عاملاها علشاني انا وعلشان خاطر التصوير. انتي مش حابه تعمليها مفيش اي مشكله. المسحوق اهو معايا او البرسيل معايا اهو، هحط عليه اللون بتاعي. كتير قوي منكم سألني على الوان المايكا دي. انا عاشقه لالوان المايكا بالنسبه لي. لسه واحده النهارده داخله قايله لي كلمه كده بتقول لي ايه، اكيد انت حاطه مصدف على الصابون، مستحيل ده يكون لونه. هو الوان المايكا بتدي لمعه، بالاضافه لان الصابون بيدي تصديفه كده زي ما انتم عارفين. الوان المايكا بتساعد على التصديفه دي. فلسه واحده النهارده داخله كاتبالي النهارده والله في الفيديو اللي هو صابون ميه الذهب ده، انت اكيد حاطه مصدف. فقلت لها ربنا يهديك، يعني انا مش مضطر ان انا اكدب، ولا حطيت بقى بقيه الميه بالملح اللي كنت بدوبها على النار. مش مضطر ان انا اقول حاجه ما حصلتش، ومش جايه اضحك عليكي ولا جايه اعمل عليكي مشاهدات ولا الكلام ده كله. بس فربنا يهدي الجميع. دوبت بقى الالوان بتاعه المايكا دي. انا بجيبها في محلين متخصصين في الوان المايكا موجودين في ميدان باب الشعريه، واحد في نفس الميدان يعني الميدان نفسه عند التمثال كده، واحد اسمه الزواوي وواحد اسمه فلوباتير. بيبيعوا كل مستلزمات المنظفات، وكمان بيبيعوا الالوان المايكا 50 جرام ب 30 جنيه، ولا العكس 30 جرام ب 50 جنيه؟ لا، ال 50 جرام ب 30 جنيه. تمام. زي ما قلت لكم هي خطوه اختياري. الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي بقى مع الوقت يعني مع مرور ساعتين 3 كده مش هتلاقوا لها اي اثر خالص. بصوا ما شاء الله القوام ده بيرجع لك. انت حابه تتقلي حابه تخففي هتزودي ميه. انا طبعا نزلت بلتر ميه او لترين ميه على حسب بقى القوام اللي انت عايزاه. انا حطيت بس سنه لون ازرق هنا عشان حسيت ان اللون الموف يعني مش مديني الدرجه اللي انا عايزاها قوي. كل ده لعب بالالوان بتاعك انت، مش هيفرق معاكي في المنتج. الروايح ما ينفعش تحطيها في ساعتها. الزيوت العطريه او الريحه العطريه يعني هتستخدمي ريحه فريدال، هتحطي منها 50 جرام. طبعا ما ينفعش تحطيها والصابون لسه سخن علشان خاطر مش هتثبت معاكي الريحه. هتصبري كده لحد تاني يوم. وبصوا بقى ما شاء الله ده كان شكله تاني يوم. انا مخلصه مثلا الساعه 5 الفجر، على الساعه 12 الظهر بصوا كان شكله بالجمال والعظمه والروعه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا زي ما قلت لك الريحه العطريه دي بقى بتاعتك. بصوا لما قعد شويه ما شاء الله البي اتش اهو ظابط معايا على 8، يبقى كده امن تماما في الاستخدام. عايزاكي تحسبي ال 20 لتر دول لو جبتيهم من بره هيكلفوكي كام، وتكلفتهم علينا الكيلو الواحد ما تكلفش اكتر من 10 جنيه. مش عايزه اقول الاسعار بالظبط لان انا كنت جايبه الخامات من فتره، معرفش اذا كانت الاسعار اتغيرت دلوقتي ولا لا. اخر مره كنت جايبه كميه كبيره. ما شاء الله كريستال والله يا جماعه تحفه. الزيوت العطريه هاتي بقى لافندر، هاتي ريحه الياسمين، هاتي الريحه اللي انت عايزاها وحطي منها 50 جرام. لو حابه ان انت تحطي ماده حافظه ممكن تحطي برضو 30 جرام من الفورمالين، لكن انا بصراحه ما بحبوش وبخاف منه بقلق منه مع انه عندي والله. انت بس حطيه في جيركن او في عبوه محكمه كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بقى بلايك حلو زيكم كده علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويساعد على انه يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله.